أكيد كلنا كمصريين تحديدا مدركين مدى عظمة وعبقرية الفراعنة. وأحب أقولك إن عبقريتهم دي مش بتتلخص بس في بنائهم للأهرامات وأبو الهول، ده طلع فيه ما هو أعظم. تعال أحكي لك كده عن شوية تفاصيل وعادات يومية كانت موجودة في حياة المصريين القدماء. ده أول جل لتثبيت الشعر تم استخدامه قبل 3500 سنة. بعد العلماء ما أجروا أبحاث على المومياوات سواء الذكور والإناث، لقوا إنهم كانوا بيستخدموا خلطة من الدهون الحيوانية والنباتية لتثبيت الشعر، حتى استخدموها مع المومياوات علشان يفضل الشعر شكله مرتب بعد البعث. وأكيد برضو كلنا سمعنا عن عين حورس، عين الإله التي ترى ما وراء المادية. المصري القديم قدر إنه يعرف إن داخل عقل الإنسان جزء من عين الإله، الرب جعلها وسيلة للإنسان علشان يشوف بيها إيه اللي ورا الإدراك العقلي. بعد ما عرفنا التشريح في العصر الحالي، العلماء اكتشفوا وجود جزء يقع بين منتصف المخ الأيمن والأيسر، وهو المتحكم في كل الإشارات العصبية والحسية والحركية اللي بتيجي من وإلى المخ وبتكون مسؤولة عن النوم والوعي والضمير. المصريين القدماء كمان كان عندهم تقديس غريب جدا للقطط، لدرجة انهم كانوا بيحلقوا حواجبهم حدادا عليهم لو ماتوا. وكمان لو حد قتل قطة ولو بالغلط كان بيتم اعدامه بلدغة أفعى قاتلة، ودي كانت عقوبة نادرة جدا في مصر القديمة. علشان كده كانت جثث القطط بتتحنط زي الملوك وتتحط في توابيت، وده اللي تم اكتشافه مؤخرا، ان تماثيل القطط عبارة عن توابيت تحمل جواها قطط محنطة. ده بقى تمثال الكاتب متري، بعيدا ان عيونه مصنوعة من حجر اللازورد، الا ان متري كان دايما بيعاني من الارق نتيجة لسهره الكتير بسبب كونه كاتب، فلما حبوا يعملوا له تمثال وضحوا قد ايه عيونه كانت حمرا نتيجة لده. الصورة اللي فوق دي متاخدة من تلسكوب أرضي لمجرة درب التبانة في السماء، أما الصورة اللي تحت فهي نقوش بشكل ربة السماء نوت عند المصريين القدماء. وده تمثال الملك خفرع. تمثال الملك خفرع مصنوع من مادة الديورايت الأخضر شديد الصلابة، اللي محدش قدر يعمل منها تماثيل غير مجسمات صغيرة جدا. التمثال بيظهر الملك جالس على كرسي العرش، ووراه الإله حورس على هيئة صقر بيحميه. الإعجاز الفني هنا إنك مش بتشوف الصقر إلا من الجنب، أما لو وقفت قدام التمثال مش هتشوف الصقر أصلا. ودي إيد موميا محنطة لسيدة مصرية ما زالت ضوافرها محتفظة بالحنة لحد الآن. طبعا كلنا عارفين هوس المصريين القدماء بالنظافة وحب التزين، فهم من أوائل الناس اللي استخدموا المراحيض وكانوا بيستحموا 5 مرات يوميا. ودي معالق المصريين القدماء، وبيقال إنها كانت بتستخدم برضو كأدوات حمل للزينة زي علب المكياج دلوقتي. تعالوا بقى أوريكوا صورة تحفة. دي صورة لتمثال الإله ساركت. أنا لسبب ما بفضل متنح في الصورة ومستنيه ينطق. يا ريت كده تبص للتمثال وتركز معاه لمدة 5 ثواني وشوف هتحس بإيه، وما تنساش تكتبلي في الكومنتات. أول فرشة أسنان وجدوها في إحدى المقابر، كمان هم أول من اخترعوا المعجون، والخلطة المستخدمة تم نقشها على جدران المعابد وكانت بتحتوي على قشر بيض محروق. أول طرف صناعة عرف في تاريخ البشرية اتوجد في قدم مومياء لسيدة مصرية بتبلغ 50 عام، ومصنوع من الخشب والجلد. علماء جامعة مانشستر بيقولوا إنه كان عضو فعال مش بس للزينة، فهو عبارة عن 3 مفاصل متصلين بالقدم، وكان سهل خلعه وتركيبه وتنظيفه. الأواني الكانوبية دي كانت أواني لحفظ الأحشاء الداخلية للمتوفي ساعة عملية التحنيط. كل إناء كان بيحفظ حاجة، الأمعاء، الكبد، الرئتين، المعدة، أما القلب كان بيفضل في الموميا لأنه مقر الروح. وزي ما احنا شايفين غطيانهم اللي بتمثل أبناء حورس الأربعة لحماية الأعضاء داخل الأواني. المصريين القدماء من أوائل الناس اللي عرفوا تقويم الأسنان. وده رمسيس الثاني. رمسيس الثاني هو أول موميا بتحمل جواز سفر، وكان الهدف من السفر لفرنسا هو تلقي العلاج بسبب وجود فطريات ظهرت على الموميا. أول تشخيص لمرض السرطان لقوه في وثيقة كتبها الطبيب أمحطب وزير ومستشار الملك زوسر سنة 2560 قبل الميلاد. وصف المرض بأنه بحجم حبة الفاكهة، صلب وبارد. أول براد في العالم أكيد ما كانش بيستخدم للشاي، ولكنه كان بيستخدم لتسخين المياه أو غلي الأعشاب وبعد كده صبها في أكواب الشرب. الجدير بالذكر إن البراد فيه لحام، أكيد خدتوا بالكم. من الحاجات اللي بتدعو للضحك والفخر في نفس الوقت إن نهاية عكاكيز الملك كانت منحوتة على شكل أعدائه من الكوشيين والهكسوس، وبكده تكون وشوشهم بتلامس الأرض اللي بيمشي عليها الملك بمحاذاة رجله. مش كفاية عظمة بقى؟
المساواة الاجتماعية. خنجر توت عنخ آمون لقاه الباحثين بالقرب من الموميا. الخنجر مصنوع من نيزك فضائي. الباحثين قارنوا مادة الخنجر مع نيازك وقعت على ساحل البحر الأحمر ولقوا فعلا إن في تشابه ما بينهم. كمان التقارير قالت إن المصريين القدماء كانوا بيهتموا بالحديد النيزكي جدا لإنتاج المشغولات المعدنية واستخدامها في الشعائر الدينية. الجبنة اللي قدامنا في الصورة دي عمرها بيقدر بعمر دول. والله أول ما صنعوا الجبنة عصر عليها في حفاير سقارة، وده رمان عادي يعني. ودي نقوش جدارية بتوضح استخدام المرأة المصرية القديمة لليوجا والتمارين. ودي شيالة للبيبي اللي أحيانا بتستخدم لحد دلوقتي. باروكة الأميرة ست حتحور بنت الملك سونوسرت الثاني. بعيدا إن دي باروكة، بس تحس إن الصورة مطلعة كاريزما وعظمة وهبة غير عادية. في نهاية الفيديو أحب أقول إن الموضوع ما كانش صدفة، وإن كل شيء كان بحساب وبدقة متناهية. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك وتعملوا اشتراك في القناة وتمنشنوا صحابكم والشير والكلام اللي احنا زينا منه كلنا ده. وشكرا لكم جدا، كان معاكم أحمد صقر.